انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد، فيديو مختلف، وفيديو حلو جدا ان شاء الله ان شاء الله ينال اعجابكم كده. بس قبل اي حاجه، لو اول مره تشوفي القناه عندي حطي لايك واشتركي في القناه كده عشان تشجعيني ان انا اكمل وتبقي كده اخت جديده انضمت للقناه. وعايزه ارحب بكل البنات الحلوين اللي انضموا للقناه عندي، واقول لكم ان وجودكم كلكم شرف كبير جدا وشرف ليا بجد ان انتوا في قناتي. يا رب يديمكم نعمه في حياتي. يلا بقى نبدا كده يومنا النهارده. بصوا، انا طلعت الشقه عندي. طبعا الشقه كانت مبهدله ومكركبه، وبقالي فتره عند ماما، قضيت شهر رمضان عند ماما كله. فطلعت الشقه يعني ايه اللي هو هنضف فيها. انا برضو عند ماما لسه، بس انا هنضف في شقتي عشان ما تبقاش مطربه. الشقه كانت مطربه جدا جدا بطريقه رهيبه، مع اني والله على طول بطلع وانضفها واعملها، بس هو بقى ايه مش حابه العيد يدخل كده وشقتي بالمنظر ده. فتعالوا بقى كده. بصوا، اول حاجه انا دخلت البلكونه، قلت اللي هي واجهه الشقه من بره ابدا بيها عشان اخلصها واعمل بقى من جوه. انا متعوده اصلا اللي هو باخد مثلا البلكونه واخد الاوض، وبعدين اعمل الصاله الصالون الريسبشن الكلام ده كله بقى بتاعنا، بحيث ان انا ايه اكون نضفت بره، فبره يكون كده خلاص مش هدخل على الشقه تاني، فاهميني يعني. والبلكونه طبعا عشان عرضه بره للشارع، فكانت اكتر حاجه متبهدله جدا جدا جدا. مش قادره اقول لكم قد ايه هو المنظر باين. بصوا، انا يعني شلت لكم كده المشيه بتاعه البلكونه وهنغسلها مع بعضينا دلوقتي، لاني كانت مبهدله ومطربه جدا. انا السجاد الكبير هفرشه زي ما هو، يعني نفضته حلو كده بره وهفرشه تاني زي ما هو، عشان انا مش قاعده. لو انا موجوده كنت ايه كنت هوديه يغسل. بصراحه انا السجاد الكبير ما بغسلوش عندي. ليه ما بغسلوش عندي؟ عشان نشيره بيبقى صعب جدا جدا بالنسبه لبلكونتي، وبالنسبه لان هو بيبهدل الشارع تحت والناس، وفي محلات تحتنا والكلام ده كله. وغير كده كمان يعني هو مش هياخد حاجه. فبدل ما انا متمرمط السجاد اللي عندي ده اللي انا متجوزه بيه، من النوع اللي هو التقيل قوي، الخامة التقيلة. طبعا السجاد اللي طالع الفترة ديت حلو جدا جدا، اللي هو بيلزق في السيراميك ده. السجاد اللي هو تحطيه خفيف جدا جدا، يعني الماتيريال بتاعته كده خفيفة، واللي هو ايه لما تروحي ولا تيجي ولا الولاد يلعبوا عليه والكلام ده كله، ما يفضلش يروح ويجي ومعاهم ويتبهدل خالص. طالع جديد حلو جدا ان شاء الله باذن الله باذن الله. ادعوا لي كده ربنا يكرمني كده واقوم جايبه بقى سجاد جديد واركن اللي عندي ده كله. انا متجوزه بقالي 10 سنين، فاللي هو السجاد بتاعي ده اللي هو بقاله من جوازي، فبقاله مده، ان هو النوع اللي هو التقيل، اللي هو لما يتغسل كمان بيزيد تقله كده معاكي مع الميه. فبصراحه ما بغسلوش عندي، بوديه كده عندي حد بينظف السجاد يعني وكده. بانضفه واظبطه وبتاع والكلام ده كله. والمشايات بقى امرها سهل، المشايات بصراحه ما بتتعبنيش خالص. وكمان بسيبها تصفي ميتها خالص 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 في الحمام، يعني بركنها كده في الحمام على السيراميك على جنب، بتصفي ميتها خالص وبعدين انشرها بعد ما كل الناس بقى تقفل المحلات وكده. وغسلها كمان سهل. يعني كنت زمان ممكن اغسلها بالفرشه، بس دلوقتي لا، في مقشات خشنه كده بتاعه السجاد بتتباع بعصايتها، ممكن تغسلي بيها بتبقى حلوه جدا. بصوا بقى، طبعا انا شلت الملايه وكنست ومسحت الارض حلو جدا جدا، وهفرش ملايه تانية. وخدت بقى المفارش هغسلها معاكم دلوقتي، اللي هو المفارش الصغيره بتاعه الكومودينو بتاعه الترابيزات الصغيره. هغسلها معاكم دلوقتي بشويه رابسو كده حلوين، وهنغسلهم ونبقى زي الفل وهنشرهم، اللي هما قدامكم دول اللي عند الدباديب. ومسحت الاوضه حلوه قوي قوي ونفضتها كويس ونفضت الشبابيك وكل الدنيا بقت زي الفل. اهم حاجه كده ان ما يبقاش في ترابيه، انا التراب بيعفرتني بصوا بيعفرتني يعني، ما بحبش اشوف التراب قدامي. مسحت كده كمان الشاشه حلو جدا كده عشان تكون نظيفه وما عليهاش اي ترابه. كمان هلمع بقى الموبيليا كلها، الكومودينو بقى باللي هي المكتبه بتاعه الدباديب والحاجات ديت. بصوا ظبطت الدنيا يعني، اللي هو بحيث ان انا خلاص يعني اكون كده شقتي نظيفه مفيهاش اي حاجه خالص. والسجاد ركنته وطلعت بالليل، يعني انا كده بسجل لكم الفيديو تاني يوم. انا طلعت بقى عندي بالليل، نشرته بقى على السور كده على الحبال يعني. وهنا بقى دي المفارش. بصوا حطيت شويه رابسو عادي، يعني انا بجيب من عند بتاع المنظفات رابسو عادي، اللي هو الاريال العادي. ممكن تجيبي الكيس الجاهز وممكن تجيبي اللي هو السايب. فانا بجيب السايب اوقات وبجيب الكيس اوقات. خدت بقى شويه كده، وبصوا دعكت المفارش حلوه قوي قوي. بصوا منزلين تراب عامل ازاي، بصوا ميتها عامله ازاي، مطربين جدا جدا، كانوا محتاجين يتغسلوا. فقلت بصراحه هما خفاف، ممكن كده يعني امرشهم كده او اغسلهم بايدي كده على طول وانطرهم ايه ينشفوا. بصراحه نشفوا ولميتهم ونشرت السجاد بالليل زي ما بقول لكم.
وجيت هنا بقى بصوا، دي المعركة بقى. يعني لو عندك بقى مشايتين كده حلوين صغيرين كده مش هيتعبوكي، تغسليهم كده غسلة حلوة. بصوا انا حاطه ايه في المية ديت بتاعه تنظيف السجاد، انا حاطه معطر سجاد وشوية رابسو ودوني. الدوني حلو جدا وبيدي ريحة حلوة جدا وبينضف. ومية بقى، المية مع الرابسو مع الدوني مع معطر سجاد. قولي يعني بتاع المنظفات كده، عايزه معطر سجاد هاتي ب10 جنيه. على فكره ب10 جنيه ده يقعد معاكي فتره، يعني مش ب10 جنيه ده للكام مشاية اللي هتعمليهم، لا ده هيقعد معاكي لفتره. فحطيت بقى بصوا مرغي وعامل ازاي، وبقيت بقى ادعكها حلوه قوي قوي، يمين وشمال وشمال ويمين بقى زي ما انتم شايفين كده. بصراحة للأمانة ما تعبتنيش خالص خالص، والله العظيم ما تعبتنيش خالص، وكانت سهلة وخفيفة جدا. ودي مقشة خشنة بقى، المقشة الخشنة دي كمان بتساعدك قوي قوي ان انت تغسلي كده المشيات او السجاد بتاعك. وبصوا بقى، يعني انا بالنسبة لي عاشقة البلبطة دي انا والله العظيم، خصوصا في الصيف والجو اليومين دول حرر، فالموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لي، او انا حابة ان اعمل ده. بس السجاجيد الكبيرة تتعبني جدا في تنيها وفي نشرها وفي كل حاجة. فبصراحة السجاجيد الكبيرة انا نشرتها، وقلت ان شاء الله باذن الله لما اطلع يعني عشان هقعد خلاص في البيت وكده، بعد العيد ان شاء الله هعمل ايه، هوديهم للي بينظف السجاد. انا بودي الواحد بينظف لي السجاد الكبير ده، وما بياخدش حاجه، يعني ممكن ياخد على السجاده مثلا 50 جنيه مثلا، اللي هو يعني مش حاجه. فبالنسبه لي يعني احسن ما مرمط نفسي بيها يعني، بس بشتري نفسي يعني، فاهمين اللي هي بيقولك اشتري نفسك، انا بشتري بشتري نفسي ورايح بالي. كمان بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون اخر فيديو مصوره لكم بقالي يومين كمان، يعني الفيديو اللي معايا اللي هو ينزل لكم النهارده ده متصور بعد الفيديو اللي معايا، يعني انا معايا فيديو تاني ان شاء الله ينزل لكم. كان بقى خلاص كل سنه وانتم طيبين من دول، اللي هو خلاص بقى بنفنش الدنيا رمضان عشان خلاص العيد. فبصراحه الفيديو ده معايا اصلا بقاله يومين، اللي هو كنت همنتجه وانزله لكم وبتاع. كان اخر بقى اكل عملناه خلاص عشان رمضان، وكنت كمان بشيل الفوانيس وبشيل بقى الحاجه بتاعت رمضان اللي كانت محطوطه في المطبخ. وخلاص بقى كل سنه وانتم طيبين، يعني اللي عنده حاجه بقى يشيلها ويحافظ عليها السنه الجايه بعودة الايام يا رب. عشان ما نبهدلش الحاجه. يعني انا بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله هشيل الحاجات ديت، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه اكمل عليها حاجات، يعني فاهمين، اشيل بقى الفوانيس والزينه وكل حاجه بقى. حاجه التلاجة اللي انا بصراحه اللي ما شلتهمش ومش هشيلهم، المفارش بتاعه التلاجة. المفارش بتاعه التلاجة خلاص بقى يعني استخدمناها، ولو شلتها ملهاش لازمه تتشال، واللي هي تمنها مش حاجه، يعني 20 جنيه التلاته مع بعض ولا الاربعه، هما كانوا كام، كانوا 4 مع بعض ب20 جنيه او ب25 جنيه حاجه كده، برضو مش فاكره قوي. فالسنه الجايه اجيب بدلهم عادي، حتى لو بقوا ب30 35 مش مشكله، بدل ما ايه اصل خلاص اتبهدلوا واتلزقوا وعملوا. بصراحه انا بعمل فيهم ايه، انا بمسحهم كده بحته قماشه مبلوله، وبيبقوا زي الفل مفيهمش حاجه، وبحطهم تاني في التلاجة. بصراحه حافظين جدا او بيحافظوا على الرفوف بتاعه التلاجة جدا جدا جدا. بصوا بقى، استغليت بقى الصابون اللي في الارض بقى والزحلقه والكلام ده، بس خلوا بالكم انتوا بتعملوا الموضوع ده لحسن انا قبل كده انا وقعت على ظهري حته وقعه بسبب الصابون والرغاوي والكلام ده. فخلوا بالكم، ربنا يسترها علينا جميعا يا رب. بصوا بقى الرغاوي بقى والميه كانت في الارض، فقمت دعكه بقى بالمقشه الخشنه كده السيراميك، ولميت بقى الميه على قد ما اقدر كده، وهطوق الارض دلوقتي هخليها زي الفل مفيهاش اي حاجه خالص خالص، اللي هو يعني ايه هتبقى بتبرق. بصوا انتوا منظر الارض عامل ازاي، بصوا السيراميك شكله عامل ازاي. الشقه خلاص بقت زي الفل مفيهاش اي حاجه خالص، مفيهاش تراب. انا بالنسبه لي اهم حاجه ان الشقه ما يبقاش فيها تراب، بس بعد سواء انا موجوده فيها مش موجوده فيها ما بحبش بصراحه التراب يبقى في الشقه. يعني انا بصراحه لما طلعت الشقه وشفتها، مع اني بطلع كل شويه وبجيب حاجات من فوق وبشيل حاجات فوق ومش عارفه ايه والكلام ده كله ونفضتها، بس يمكن فتره رمضان انا ما طلعتش بصراحه ما نفضتهاش. ليه؟ عشان الصيام، ويا دوبك بعمل الفطار ويعني يا دوبك نعمل السحور بعدها، ولو هنصلي لو هنقرا قران لو هنتفرج على حاجه برضو في التلفزيون، الوقت ضايع. هو في رمضان الوقت طاير، فاهمين؟ فاللي هو ايه بصراحه ما كنتش باطلع في رمضان، فطلعت بصراحة شُفت منظر الشقة، اتصدمت من التراب اللي اتراكم فيها، اتضايقت. بس الحمد لله بقى غيّرت الملاية بتاعة السراير ونضّفت ومسحت ونفّضت وخلّيت الموبيليا بتلمع. وكمان بُصّوا باب البلكونة من جوّه كان ملحوش شوية، عملته حلو أوي، أوي بالليفة كده وشوية صابون، رغيتها كده بشوية صابون وعملتها ومسحت كده بحتة قماشة خلّيتها ما فيهاش الهوا. طبعًا الأرض لسه ما خلّصتش مسح فيها، انا قلت اعمل باب البلكونه عشان لو اي صابون ولا حاجه نزلت على السيراميك ارجع امسحه تاني عادي. وطوقت بقى الارض كده خليتها زي الفل مفيهاش اي حاجه، وخدت من تحت الكنب ومن ورا الكنب وكل حاجه، وفتحت الشبابيك نضفتها على فكره ونفضتها حلو جدا. بس ممكن اكون ما صورتش الموضوع ده، صورت اعتقد شباك بس الاوضه الاطفال وانا بنفضه، بس الشبابيك اللي بره ما صورتش. بصوا بقى هنا باب الشقه،
من بره برضو كان ملحوس قوي قوي وكان عايز يتمسح حلو كده ويتنضف. برضو عملت كده بصراحة بالليفة كده، وقمت مديه كده دعكة حلوة قوي قوي، ومسحته بقى بحتة كده. الحتة ديت بقى ما بستغناش عنها، اي قماشة كده نمسح بيها يعني انا بصراحة لو عندي تيشيرت قديم بتاع الولاد، اي حاجة قديمة بتاعت الولاد، شورت تيشيرت حاجة بتاع مش هستخدمه، مقطع مش اللي هو بصراحة لو حاجة مش هستخدمها او مش عايزاها وبتبقى كويسة ما يعني بصراحة ما برميهاش او ما بقطعهاش، يعني فاهميني؟ اللي هو ايه، ممكن اشيلها مثلا، ممكن احتفظ بيها، ممكن اوزعها، ممكن كده. انما بصراحة ما بعملش حتت ولا قماش كده وامسح بيه الا اذا كان يعني مهلكة يعني، واللي هي مقطوعة فيها فتقة فيها بتاع. ونشرت المفارش ديت طبعا بعد ما غسلتها وسبتها شويه كده على الحوض تصفي ميتها، عشان ايه الميه لما بتنزل على حد برضو رايح وجاي حاجه مش حلوه يعني. ونشرتهم. عايزه اقول لكم ان البرد عندي ما بيسيبنيش، سبحانك يا رب والله. انا الحمد لله ما كانش بيجيني برد، ما اعرفش بقى يجيني، وبيجيني بكثافه دلوقتي يعني، بيقعد معايا بقى، يقعد معايا ايام واسابيع، واللي هو بقى خلاص بقينا اصحاب واخدين على بعض انا والبرد، فاهمني؟ والله العظيم تعبانه وعندي برد، ونفضت كمان وروقت وانا عندي برد. وقمت من يومين 3 كده لقيت عينيا ورمه، لقيت عينيا ورمه جدا الاتنين، مش عارفه السبب. انا قمت من النوم لقيت ماما واخويا، ايه ده مال عينك، في ايه؟ اصل انا حاسه برضو ان عينيا مقلماني شويه، انا حاسه ان في كتله على عينيا، في حاجه نازله على عينيا. جبت قطره بقى وحطيته بتاع، بقالي يومين كده يعني عينيا رقت شويه، اللي هو بقت احسن. يعني الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم دي متصوره بقالها كام يوم، يعني انا بسجل لكم الفيديو كده قبل الوقفه بيوم، اللي هو يعني يا الوقفه بكره يا بعده، لسه مش عارفين. بس الفيديوهات دي معايا بقالها يومين ولا حاجه. يعني انا صورت الفيديو بتاع ترويق الشقه ده بعد عينيا ما رقت بيومين كده، يعني بعد ما رقت شويه بيومين. يعني انا بقالي 4 ايام كده او 3 ايام عينيا تعبانه جدا جدا فوق الوصف، يعني اللي هي كانت وارمه قوي قوي، الحمد لله هي رقت شويه. معرفش انتم ملاحظينها في الفيديو ولا لا انها وارمه شويه، بس هي ممكن تكون مش باينه قوي من الكاميرا يعني. انا كاميرا موبايلي على الله حكايتها، يعني شويه كويسه وشويه تعباني وقرفاني كده. بس الحمد لله اديني بزق نفسي كده بالموبايل ده لحد ما ربنا يكرمني كده ويجيب موبايل احدث ان شاء الله، عشان التصوير مخصوص عشان تبقى الصوره اوضح والدنيا اوضح. بصوا بقى خلاص، فرشت كده السجاد ورجعت كده الترابيزه بالرخامه زي ما كانوا، وحطيت كمان الدباديب والمخدات وكل حاجة، وخلصت كده كله. وهوريكم بقى المنظر بعد ما خلصت. طبعا مش ده الشكل النهائي، يعني هو انا المفروض ان انا السجاد 12 هينشف هفرشه، هحط الدباديب وارصها واحط المفارش وكده. وكمان كنت عايزه ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم قبل كده، عايزه اغير الستاير باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله اغيرها معاكم برضو. الستاير والسجاد طبعا في دماغي، بس انا لما سالت بصراحه لقيته سعره عالي قوي، فقلت اجل السجاد شويه. بس الستاير ان شاء الله ان شاء الله هغيرها معاكم الفتره الجايه. وكمان عايزه اجيب زهريه ورد كبيره كده، هتعجبكم قوي ان شاء الله، انا شفتها وسالت عليها وكده. بس ان شاء الله يعني ممكن بعد العيد الكلام ده بقى ونعمله مع بعضينا بقى ونغير كده شكل الشقه شويه. وكده بعد ما خلصت خلاص، بس ما كنتش الستاير طبعا شلتها تتغسل، السجاد شلته وغسلته وهنشره بالليل زي ما قلت لكم، فنشرته خلاص. ونزلت بقى لقيت ماما عامله لنا الاكل بقى ومظبطانا، يعني جابت سمك مرجان وسمك بلطي وعملت السلطه وعملت رز، ماما اللي عامله كل الاكل ده. يعني انا نزلت قالت لي كفايه عليك انك روقتي الشقه فوق واكيد اتمرمطتي ايه، بس صراحه عماله تقولي ما تقفيش على البوتاجاز، ما تقفيش على الفرن عشان عينيكي، عشان عينيكي كده غلط وبتاثر على العين اكتر. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. انا بحبكم جدا جدا جدا، وربنا يديمكم يا رب نعمه في حياتي. انتوا احلى نعمه في حياتي والله العظيم، في نعم كتير كده ربنا بينعم عليها بالواحد، انتوا من النعم دي. توحشوني جدا جدا. الفيديو الجاي، باي باي.